كان يوم عظيم. كان سهل يعني. اليوم ده هو بدأ بداية مبشرة بالنسبة لي. احنا واحنا رايحين في الطريق رخصة السواقة بتاعتي اتسحبت. رخصة العربية اتسحبت، رخصة اتسحبت. ليه يا اردن تسحبوا الرخصة؟ ليه يعني؟ عايزين توترونا؟ انتوا بتحاولوا توترونا يعني قبل السباق؟ عادي يا باشا. ايه الاخبار؟ النهارده هو يوم الكواليفيكيشن والبراكتس. اول حاجه العربيات هتنزل يجربوا الكاوتشات، يجربوا الانجلز بتاعت العربيه، يشوفوا لو محتاجه اي حاجه فيها تتظبط ميكانيكيا. بعد كده بيجي عندنا الكواليفيكيشن كل العربيات اللي في المكان بتنزل، يعني انتوا شايفين هم كتير جدا. وبعد كده اعلى بوينتس هم اللي بينزلوا التراك بكره، يعني هم دول اللي بيخشوا يسابقوا بجد. فالنهارده يوم مهم جدا، ان شاء الله هنعمل شغل عالي جدا. دي التنت بتاعت كريم ورمزي، جامدين 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 يعني. دلوقتي هم بيظبطوا حاجه في الموتور بتاع كريم. عبدو ايه اللي بيحصل؟ مفيش، بنعمل تشيك على الفرونت تو الاينمنت يعني، بس لان العربيه من مصر ما اتظبطلاش زوايا لحد دلوقتي، فطبعا لازم قبل البراكتس نبقى عارفين مقاساتنا ايه عشان لما يطلع نعرف نادجست. تعالوا افرجكم العربيات. دي السيلفيا بتاعت رمزي، اي 92 بتاعت كريم. بصوا المكان اللي احنا قاعدين فيه بقى، دي فرد الكاوتش اللي هينزلوا بيها. اجمد سبوترز في الدنيا. ايه الاخبار يا رجاله؟ هو زي الفل يا ناصر، انت اخبارك في الاردن؟ ان شاء الله النهارده السباق يبقى احلى لان الجو احلى وصل والتراك اتغير. اعتقد بقى في سرعات اكتر. ان شاء الله بقى احنا يعني نعمل كده شغل يشرف مصر والمصريين باذن الله. ده اول سباق ليا بره مصر، فموضوع كبير بالنسبه لي قوي. ان شاء الله تبقى حاجه جامده جدا. توتر طبعا اول سباق بره مصر ده، وغير ان هو تاني سباق، شبه تاني سباق ليا في حياتي اصلا، وستريس يعني اعلى مستوى، وفي بلد الرياضه فيها على مستوى عالي جدا. فان شاء الله تبقى حاجه مشرفه ونقدر نظهر بصوره حلوه قدام الناس. دلوقتي بنعمل حاجه اسمها تراك ووك، بحيث ان احنا نقدر نشوف حاله الاسفلت شكلها عامل ازاي، زونز شكلها عامل ازاي، الحيطه بعيده قد ايه، بحيث ان انت وانت راكب العربيه تقدر تجس انت مسافتك قد ايه من الحيطه. البراكتس بتاع السباق اللي فات ده كان تركيزي كله هسوق مع العربيه ازاي، والسيت اب ده جديد بالنسبه لي. نزلت مع اول لاب لقيت ان الموضوع سموث جدا وسهل. فاول يوم كانت الدنيا كويسه، بس انا كنت حاسس ان الهاند بريك عامه ضعيفه شويه، وانا كنت طالب فرامل تانية ابجريدد ما كانتش وصلت. قلنا خلاص هنعدي البراكتس والكواليفاينج، وبعد البراكتس والكواليفاينج لما يعدوا على خير نبتدي نغير الفرامل. وصلنا التراك، رحنا نجرب عربياتنا، والمفروض يبقى في براكتس متقسم جروبس، فانا كنت في تاني جروب، كل جروب ليه نص ساعه مرتين، يعني بتلعب ساعه بس متقسمين على نص ساعه نص ساعه. نزلت اول نزله العربيه باظ فيها حاجه، اللي باظ ساعتها ان الويست جيت حصل فيها مشكله تاني، فكانوا لازم بقى يغيروها خالص. فلما غيروها خالص كانوا محتاجين وقت بسبب ان هي بتبقى سخنه جدا. فاول نص ساعه ما لحقتش اسوق تمام، وخلصوها في نص ساعه وجهزوها للنص ساعه الثانيه. المفروض ان كل حاجه تمام. داخل اول براكتس ران وانا بسخن، حسيت في حاجه غريبه كده في العربيه. دخلت قلت لا يعني ممكن بيتهيألي او حاجه.
انا مش عايز استوعب ان في حاجه في العربيه فبكمل غصب عنها يعني. دخلت عملت اول رن، ما فيش، العربيه كل ما ادوس بنزين بتقطع، العربيه مش عايز تمشي، كل ما تروح بجنبها عايزه ترجع تاني، تقوم مبطله مني شويه. فطلعت قلت لهم في مشكله 1 2 3. حصل يا مارو في حاجه في العربيه؟ العربيه بتقطع، شكل ترمبات البنزين بايظه، هيبصوا عليها ونشوف بقى ان شاء الله خير. جم قالوا مشكله في ترمبات البنزين، غيرنا ترمبات البنزين وجابوا تانك تاني احتياطي حطوه جنبها. الكلام ده كله بقى ايه كان واخد وقته، فما نزلتش غير براكتس ران تانية، يعني نزلت رنين، اول واحده ما كملتش، التانية نزلت بسخن برضو، لا لسه في نفس الحاجه في العربيه ما ظبطتش. هي المشكله مش في الترمبات، هم كانوا فاكرين الترمبات ممكن يبقى فيها مشكله، كانوا هيغيروا التانك عشان الترمبات اللي كانت بتركب كانت مختلفه عن اللي عندي. هم عملوا كده زي اختراع كده ومشيت يعني، فكان التانك التاني موجود احتياطي. فدخلت تاني براكتس ران، لسه برضو العربيه فيها نفس المشكله، بتقطع بتبطل مني كل شويه، مفيش، بدوس بنزين هوا، مفيش اي حاجه. كان تركيزنا كله في الكواليفاينج ان احنا نجيب بوينتس عاليه، عشان كل ما انت تجيب بوينت عالي وتكواليفاي في مركز عالي بيسهل عليك مشوارك في الباتلز بتاعتك. يعني انت الاول بيلعب الاخير، الثاني بيلعب اللي قبل الاخير، وهكذا. ما كنتش براكتس خالص، قضينا اليوم كده ما بين مشاكل. انت جاي على الجرح. وصلحوا العربيه قبل الكواليفاينج ران الاولى، فانا لما دخلت على الكواليفاينج ران الاولى ما كنتش اصلا جربت العربيه، مش عارف اللي بتاع التراك شكله عامل ازاي، فنزلت الكواليفاينج ران الاولى بجرب التراك بحاول احفظه. لما نزلت برضو الكواليفاينج ران الاولى كان في مشكله في وش العربيه، كان في حاجه في التو اللي قدام بتاع العربيه ان هو مش مظبوط، فما عرفتش اسوقها يعني، جبت 40 من 100 في البوينتس. بعدين طلعت تاني مره خلاص ظبطوها، وكانت الكواليفاينج ران 2 كانت هي اكتر ران مظبوطه حصلت في السباق كله. نزلت بس ساعتها برضه كنت مقلق ان انا اغلط فما اتاهلش، فعملت ران سيف قوي يا دوبك بس الم بوينتس واعرف اتاهل. وده كان اول يوم بالنسبه لي. عملت ران مقبوله يعني، اديها مثلا من تقييمي الشخصي لنفسي ولعربيتي 6 من 10 او ممكن 5 من 10 كمان، بس اهلتنا وعرفنا نتاهل ساعتها في المركز ال 12. دخلنا في الكواليفاينج وجبت 89.3 لو انا فاكر صح، كنت الثاني. فقلت بس كده خلاص طريقي سهل. كالعاده طبعا بنبص على البراكتس بقى هنلاعب مين، اما اطلع بكواليفاي عالي الاقي نفسي طريقي صعب، اقول طب ما هجرب مره كواليفاي في نص التيبل الاقي نفسي برضه طريقي صعب، يعني مفيش مره جت طريقي كان سهل يعني. جم شباب السيرفيس قالوا لي ما عندناش وقت نعمل اي حاجه دلوقتي، هتضطر تنزل بيها كده، غير يعني ممكن يعني جيت تيونر مؤيد زود لي بنزين ريشيو بنزين شويه. قال لي خليها ترمي بنزين زياده، نحاول ان احنا بنحل مشكله مؤقتا، لو انزل الكواليفاينج ران واطلع خلاص. كان في كمان مشكله في الرادياتير بتاع العربيه، حاجه حصلت فخلت ان العربيه بتوفر هيت.
يعني لسه انا مش عارف اصلا ايه اللي حصل في العربيه، فكان قفلوا السيف مود بتاع الحراره عشان العربيه ما تخشش في سيف مود يعني وانا سايق. نزلت اول كواليفاينج ران، العربيه مش ظابطه خالص، خدت فيها 0. انا باجي ارمي للانشيشن، العربيه مش راضيه ترمي، فبشد هاند بريك اودي العربيه ادوس بنزين، مفيش بنزين، فتقوم عادله وفجاه البنزين يجي، يعني هي فجاه تصحى وفجاه تنام، فكانت العربيه فجاه تقوم مبطله، فانا بقيت اللي هو سايق بايدي الشمال وبايدي التانيه بدور بيها لما العربيه تبطل، اللي هو كل ده بقى انت مش فاهم في ثواني يعني، فكنت قاعد بلعب معاها جوه يعني بتخانق انا وهي. خلصت اول كواليفاينج ران، طلعت لهم بره قلت لهم العربيه مش ظابطه، لا انا متاكد ان انا خدت فيها 0 يعني، لا العربيه ماشيه بوشها ما بتمشيش بجنبها، وانت معروف بيعدوا عليك 1 2 لو ماشي بوشك خلاص انت كده 0. طلعت لهم بره قالوا خلاص التيم كله بيجري بقى، بداوا يفكوا الانجكتورز بتاعت العربيه، شالوا الفلتر اللي بيبقى عليهم عشان تبقى بترمي بنزين زياده، اللي هو حل مؤقت بس بنحاول ان احنا نلم نفسنا نعدي كواليفاينج عشان اعدي من الكواليفاينج اتاهل لتاني يوم، وعندنا بقى يوم من النهارده لبكره العربيه تتصلح فيه. اليوم ده كان كل اللي فارق لي ان انا اجيب ان شاء الله 2 بوينتس اتاهل بيهم، يعني وصلت بيه الدرجه ان انا مش فارق لي اتاهل الاخير بس اتاهل، وتاني يوم ابدا بقى ان انا اتخانق. غيروا كل الفيول انجكتورز وظبطوا كام حاجه في العربيه ان انا انزل بيها تاني ران تنزلني. نزلت الرن برضو نفس المشكله، هي ما كانش ليها نصيب يعني. لما سالت السبوترز هي قالوا لي لا هيدوك سكور، وفضلت قاعد بقى لغايه ما طلعوا السكور متوتر جدا، قاعد واروح لعبده واقول له طب انت تفتكر هيدوني عليها بوينتس، تفتكر هتاهل مش عارف ايه. في الاخر بقى احنا قاعدين جت الليست بتاعت الكواليفايرز، انا فيها الاخير بس حاطين لي سكور يعني كان 21 بوينت انا فاكرهم ومش هنساهم يعني. فرحت جدا بقى، قلت ايه يلا الحمد لله وربنا عدها معايا وان شاء الله العربيه تتصلح منها لبكره وقعدت اتنطط يعني، كنت قاعد بتنطط كده وانا واقف من كتر ما انا مش مصدق ان هي عدت معايا وان انا اتاهلت. فالمهم بلف بقى ورايح لرمزي بقول له انا هلاعب كذا كذا، قام باصص لي كده، هو عارف زي ما تقول ايه مش عايز يقولها لي، فقام قايل لي مش عايز اقول لك بس هم ياخدوا توب 24 بس. فانا سمعت الكلمه دي، انا ما عملتش اي حاجه، انا قمت رافع التيشيرت حاطه كده على دماغي وماشي. كانت الصدمه بقى خلاص بقى قفلت كده، انا في الدروب هموت واعرف انا هتاهل ولا لا. عرفت ان انا هتاهل فجاه، انا ما اتاهلتش خلاص، انا مفيش. مروان من الشخصيات اللي انا اتعرفت عليها من قريب مش من بعيد، بس الملفت في مروان ان هو موهوب وجريء، والاتنين دول لما بيتجمعوا مع بعض بيعملوا بطل ما تتوقعش انتصاراته عامله ازاي. مفيش حد او مفيش بطل بيحقق انتصارات الا لما بيعدي بعقبات وبينزل وبيطلع ويوم فوق ويوم تحت، وده اللي انا ان شاء الله يعني متوقعه لمروان. بس اللي انا شايفه ان هو عشان موهوب وجريء باذن الله هيعدي كل ده وباسرع مما نتوقع، وباذن الله نشوفه البطوله الجايه والبطولات بقى كلها الجايه باذن الله على البوديوم. انا مش عارف بالنسبه لمروان النهارده، انا ما اعرفش الاحساس ده المفروض الواحد يحس بايه، ان عربيته تبقى تمام قبل السباق، تبقى تمام في مصر كله تمام، بعد كده يجي هنا ينزل اول ران العربيه فيها حاجه ويغير كل حاجه، وده اول سباق ليه. فبجد انا مش قادر اتخيل احساس، هو فاهم احساس اكيد رخم جدا، وعايز اقول له عايش فشخ ان انت اصلا موجود وبتعمل ده وتكمل في ده، وهستناه السباق الجاي.